اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلامة وكل سنة وانتم طيبين. جايلكم النهاردة يا حبايب قلبي التوفير بقطع البفتيك، بجد جميلة جدا. بص كده الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الآخر بجد. فيديو التوفير. هنبص كده الجمال والحلاوة. يلا نسمي بالرحمن ونخش على الفيديو بتاعنا او المقادير بتاعتنا الجميلة. بصلتين مبشورين ناعم زي ما انتوا شايفين كده، نص معلقه من الثوم المفروم، معايا كوبايه من البصمات، نص كيلو لحمه، بيضتين، معايا بقى التوابل سهله وبسيطه، توابل مشكله، فلفل، نص معلقه من القرفه، وربع معلقه من البيكنج باودر. هنحط البصل على الثوم على اللحمه على البصمات مع التوابل، هنفرمهم بقى كده حبايب قلبي او هنعجنهم مع بعض كده بايديك يا حبايب قلبي. وهنحط بقى البضايه كده، لازم تدينا الملمس الناعم يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى التوابل زي ما انتوا شايفين، هنقلبهم كده خالص مع بعض زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. حطينا بقى البضايه التانية يا حبايب قلبي لغايه اما ادتنا بقى الملمس الناعم خالص كده. وهنكون بقى مجهزين مع بعض كده صينية وكيس كده من التلاجة وشوية زيت، هنعملهم بقى كور متوسطة الحجم زي ما انتوا شايفين. هنحاول نعمل بقى الكور ديت مقاس واحد. بسم الله ما شاء الله، قطعت لي 22 قطعة بجد. التوفير. كيس من التلاجة هنعوصه من الزيت كده، ونحط بقى الكورة بتاعتنا كده، هنفردهم بقى فرد بسيط، ونقوم جايبين من الكيس البلاستيك او كيس التلاجة سحب كده بالراحة لغاية اما تدينا القطعة البفتيك الجميلة دي. بس كده الجمال، الله اكبر، جميلة جدا. نفس الطريقة حبايب قلبي، قطعة من البفتيك سحب كده بالراحة. هنخليها بقى ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي، بتبقى متوسطة كده بجد، جميلة جدا. تشبه بقى البفتيك اللي بجد اللي احنا بنجيبه كده الجاهز. دي بجد مش هتفرقيها خالص، وهتبقى بجد التوفير والطعم جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. هنعمل كده زي ما انتوا شايفين نفس الطريقة. بس كده الجمال والحلاوة، وبسم الله ما شاء الله. بوريكم كده ان هي ما خدتش مننا وقت خالص. هنكون عاملين الكمية الجميلة دي من بين بقى طبقة وطبقة. حاطين كيس من التلاجة، هنحطها بقى في التلاجة ساعتين عقبال بقى ايه من نسيبها ساعتين. نجهز بقى الخليط بتاعنا، بيضتين على فلفل على ملح على نص كوباية من الحليب زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. البصمات بتاعنا هنحط له معلقة من النشا، وادي الدقيق. هنجيب بقى من الدقيق للبيض للبصمات زي ما بتعملوا كده القطع البانيه حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. هنجيب قطعة كمان من الدقيق للبيض للبصمات. هنعمل بقى كل الكمية بالطريقة ديت حبايب قلبي، ونكون بقى مجهزين حبايب قلبي طاسة على النار فيها زيت سخن، وهننزل بقى كده بالبفتيك بتاعنا كده، وهنهدي النار خالص عشان ياخد مننا اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده. بسم الله ما شاء الله. عملنا على قد الكمية او على قد افراد الاسرة، وخلينا كده منها. والسلام عليكم ورحمة الله، في حفظ الله.